انتهت رسميا. طبعا فوز نادي العين الاماراتي على نادي النصر السعودي بركلات الترجيح 3-1. تألق اللعيب بسفيان رحيم، ويجي بعد كده اللعيب بكاكو. دول اللاعبين اللي تألقوا بشكل ممتاز جدا مع نادي العين الاماراتي. طبعا اللعيب كاكو مع نادي العين في جميع مسابقات الموسم ده 24 مباراة 15 مساهمة تهديفية. يجي بعد كده اللعيب سفيان رحيمي مع نادي العين الاماراتي في دوري ابطال اسيا في النسخة الحالية 9 مباريات 7 اهداف، صناعة هدفين فقط. طبعا سفيان رحيمي بيحتل المرتبة الثالثة كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي بالنسخة الحالية. طبعا في المركز الأولاني 8 أهداف صاحب الجنسية البرازيلية اللعيب داكرون. يجي بعد كده في المركز الثاني صاحب الجنسية الصربية نجم نادي الهلال السعودي متروفيتش. يجي بعد كده في المركز الثالث 7 أهداف لصالح اللعيب صاحب الجنسية المغربية وهو سفيان رحيمي. طبعا دي أهم لاعبين اللي تألقوا بشكل كبير جدا مع نادي العين الإماراتي. يجي بعد كده في الفريق الثاني هو نادي النصر السعودي اللي تعرض لهزيمة أمام نادي العين الإماراتي، وهو رسميا مش هينضم إلى بطولة كأس العالم للأندية في الموسم المقبل 2025. طبعا نادي النصر السعودي اللاعبين اللي تألقوا بشكل كبير جدا، وفي لعيب طبعا اتصاب اصابه ممكن تكون خطيره ممكن تكون مش خطيره قوي. طبعا اللعيب الاولاني اللي تألق بشكل كبير جدا هو بروزوفيتش، اللعيب صاحب الجنسيه الكرواتيه. هو اكتر من صنع فرص في الشوط الاولاني مع نادي النصر السعودي ب4 فرص. طبعا تعرض اللعيب عبد الله العيمري لاصابه خطيره جدا في العضله الخلفيه. طبعا الاصابه دي قدامها حلين. الاصابه لو هي خطيره جدا هتقعد ما بين 5 اسابيع ل6 اسابيع، لكن الاصابه لو مش خطيره بمعنى الكلمه هتقعد ما بين اسبوعين ل3 اسابيع. يجي بعد كده الاسطوره كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدف امام نادي العين الاماراتي بركله جزاء. طبعا كريستيانو مع نادي النصر السعودي في الموسم ده في جميع المسابقات 38 مباراة 35 هدف 11 صناعة أهداف 46 مساهمة تهديفية في 38 مباراة. طبعا هو هداف العرب، هو حقق البطولة العربية، هو أفضل لاعب في شهر 8 2023 في دوري روشن السعودي، هو أفضل لاعب في شهر 9 2023 في دوري روشن السعودي، وهو كمان افضل لاعب في شهر 12 في دوري روشن السعودي. وهو طبعا اكتر من سجل لصالح نادي النصر السعودي، وكمان في دوري روشن السعودي حاليا هو اكتر من صنع في دوري روشن السعودي حاليا. دي طبعا ارقام الاسطوره كريستيانو رونالدو اللي هو متعود ان هو يعمل الارقام الممتازه دي. طبعا كريستيانو رونالدو بعد تعرضه الكبير جدا كهزيمه وخروجه من دوري ابطال اسيا، كريستيانو رونالدو حظه في دوري ابطال اسيا بعد او دوري ابطال اوروبا عموما بعد خروجه من نادي الريال مدريد مش افضل حاجه. طبعا في دوري ابطال اوروبا ما تألقش، حظه كان سيء او ما تألقش بشكل كبير جدا مع نادي يوفنتوس في دوري ابطال اوروبا، وكمان نادي مانشستر يونايتد كان حظه سيء مع نادي مانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا، وكمان مع نادي النصر السعودي حظه كان سيء في دوري ابطال اسيا. دي طبعا جميع الارقام صالح الاسطوره كريستيانو